السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مراجعة عن أحدث موبايل من شركة فيفو، فلاج شيب رائد. موبايل أكتر حاجة فيه الكاميرا، في كاميرا زوم تخلي دماغك لف ودوران كده. الزوم فيه واضح، الصورة طالعة نقية وواضحة غنية بالتفاصيل. يا جماعة رحبوا معانا بأحدث موبايل فلاج شيب رائد، فيفو اكس 300 برو. أحدث موبايل في 2026، شاشته ما شاء الله عليها، كاميرا فوق الممتازة، صوت بسم الله ما شاء الله، وطبعا الميكروفونات فيه فوق الممتازة بجد. نبدأ بالموضوع على طول. أول حاجة معانا وزن الموبايل 226 جرام، والموبايل وزنه تقيل بالنسبة لك واحد أول مرة تستخدم موبايل فلاج شيب. هتلاحظ كده إن الوزن تقيل، وده الطبيعي في الموبايلات الفلاج شيب بتاعت اللي من دول، زي مثلا السامسونج اس 22 الترا وزنه 228 جرام، اتقل منه ب 2 جرام بس. مش هتحس ما بين الموبايلين، يعني 226 و 228 مش هتحس بيهم، مش هتحس ان الموبايل تقيل قوي. والاس 24 الترا وزنه 233 جرام، يعني الفيفو اكس 300 برو اخف منه ب 7 جرام، يعني 7 جرام هتحس بفرق كبير. بس انا لما مسكت الموبايل سامسونج اس 22 الترا هتحس ان وزنه، انا احس ان هو وزنه مش تقيل قوي. حاسس بتقل في ايدي، بس بالنسبه لي الوزن ده خفيف. مش متعود عليه، ولكن انا متعود على الموبايل اللي انا بصور بيه في دلوقتي الاي 16. والمره الجايه ان شاء الله ممكن اتنقل للكاميرات باذن الله، بس عايزه كل شويه عدسات، ممكن اجيب لها عدسه مخصصه. يعني الوزن ده كويس بالنسبه لموبايل فلاج شيب. اما عن سمكه فسمكه 8 مللي، حلو. بس خليك هنا بقى، سمكه بالنسبه لموبايل فلاج شيب يعني مش رفيع قوي، تخين، بس هتتعود عليه كده كمان شهر شهرين 3 كده. ولما تمسك موبايل قديم زي كده، هتحس بفرق في الوزن، هتقول انا اخترت للعالم الافضل. تاني حاجة معانا الشاشة من نوع LTPO AMOLED. بص الشاشة دي فوق الممتازة، الوانها مشبعة، يعني احسن من سوبر اموليد، يعني قول ب 200 مرة. LTPO AMOLED يا جماعة، الوان مشبعة نقية غنية بالتفاصيل، كمان بحجم 6.78 انش. فيفو يا فيفو، ايه 6.78 انش دي؟ اذا كان الاس 25 الترا راحت لحجم 6.9 انش، يعني بتبخلي علينا على حجم الشاشه 6.78 انش. يا فيفو انت كترتها في موبايلات كتير، زي الفيفو في 60 وفي 60 لايت. احنا مش عايزينها كتير، خلاص الموبايلات دي راحت. احنا نركز في حجم الشاشه. انت كل موبايل تنزليه تكبري من حجم الشاشة. وعلى فكرة حجم الشاشة دي مناسبة للفرجة على الفيديوهات، مناسبة جدا. ولكن لو عملت ابجريد للابتوب هيبقى افضل بكتير، هتحس بالفرق فعلا. بدقة 1.5K، يعني اوبو رينو 15 دقتها 1.5K، وقلت لها نصيحة زود الجودة شوية، خلاها 2K 4K 6K 8K. احنا في دنيا مفترجة، الدنيا بدأت تتطور، انت لسه زي ما انت، وفيفو لسه زي ما هي.
طب زودي من الجودة شوية، بالله عليكي زودي من الجودة شوية زي ما انت كنت بتعملي في الفيفو اكس 200 الترا. بعد كده في الاكس 400 برو المرة الجاية بيزودي من الجودة شوية، خليها 2K 4K 6K 8K. عايزين نحس بالفرق، احنا عايزين نحس فرق كبير في الموبايلات التقنية التكنولوجية. الموبايلات بدأت تتطور وانت لسه، وسامسونج اتطورت من زمان، اتطوري زيها يا شيخ. ده احنا حاسين بالملل عشان جودة 1.5K طلعت كتير في أجهزة كتير قوي، بس الجودة دي كويسة جدا ونقية جدا وعالية جدا بالنسبة لموبايل فلاجشيب وبالنسبة لشركة فيفو. الجودة دي هتتعود عليه، ولما تروح لموبايل دقة الشاشة بتاعته فول اتش دي هتقول انا والله العظيم رحت للعالم الافضل وشكرا. مع معدل تعتيم 2160 هرتز، اقل من 3840 هرتز اللي عاملاها شركة اوبو في موبايل اوبو رينو 15. انا دلوقتي بقارنها بالاوبو رينو 15 حاليا، يعني اقل جهدة للعين وبتحمي عينيك من الاشعة الفوق البنفسجية او الضوء الازرق. ايوه الضوء الازرق بيوجع عينيك وبيفقد نظرك، وانا الحمد لله بشوف، والحمد لله على نعمة البصر. يا ربي الحمد لله على نعمة البصر والله. فمعدل التعتيم ده يعني عينيك مش بتوجعك، تخليك مريح مع شغلك يعني. بس مع دعم HDR 10 بلس. بص ال HDR 10 بلس دي بتاعة الفيديوهات، تخصص بقى جودة 4K 2K. انا قلت الكلام ده في مراجعة موبايل اوبو رينو 15 زي ما تتذكرون يعني، وبتزود لك في دقة الشاشة وخاصة في الصفحة الرئيسية والتصفح، مع دعم تقنية دولبي فيجن. نفس الموضوع بس بتزود لك جودة الشاشة بشكل ملحوظ، يعني مش عايز اقول اكتر من كده. مع معدل تحديث 120 هرتز. يا فيفو مش تمشي ورا الشركات. اذا كان شركة هونر وصلت لمعدل تحديث 185 هرتز في موبايل هونر وين اهو على الشاشة اهو، انتوا شايفين الموبايل هونر وين دلوقتي على الشاشة، هيختفي دلوقتي. هونر وين ده يعني فيه مواصفات غير طبيعية، مواصفات تشد البلوجرز بجد. انا مش بلوجرز، انا صانع محتوى عادي، بديك يعني بصور فيديو واقول المواصفات باسلوبي انا وانت تستفيد مني. بس معدل تحديث 120 هرتز سريع سلس، حركته سريعة، ما فيهاش لاج، ما فيش تهنيج، بس على حسب المعالج بتاعه. بس المعالج ده قوي يعني، هتعرف اسمه بعد التصميم ان شاء الله. مع طبقة حماية من نوع ارمور جلاس. بص طبقة الحماية دي قوية، يعني لو الموبايل اتكسر، قصدي لو الموبايل وقع ما بيتكسرش، بس كله موضوع فكسان. انا بقول لك كده بس يعني بهزر معاك مش اكتر، بس في الحقيقة اي موبايل نازل من كل الشركات طبيعي بيتكسر بصراحة. يعني الموبايل وقع خلاص اتكسر، مع السلامة مش هتشوفه تاني. بس هو مقاوم للكسر مش ضد الكسر، بس طبقة الحماية دي قوية جدا بس وشكرا. مع سطوع يصل إلى 4500 شمعة، وده ممتاز جدا عن اللي في موبايل اوبو رينو 15 اللي سعره أرخص حوالي 31 ألف جنيه، اللي عامل 27 ألف جنيه. قلت شركة اوبو نصيحة عن السطوع تخليه 4 5 6 كده زي موبايلات ريلمي كده، دي إضافة ممتازة بالنسبة للموبايل فلاجشيب عندها. وعلى فكرة الموبايل ده أول مرة ينزل عندنا في مصر ضمان محلي بدون ضريبة
بدون اي رسوم خالص. يعني دي اضافة ممتازة جدا. 4500 نتس، يعني هتشوف الشاشة تحت الشمس بدقة جيدة، هتشوف الإضاءة عالية تحت الشمس. دي إضافة ممتازة جدا، وبحييك يا فيفو على الحتة دي، برافو والله. تاني حاجة معانا الكاميرا الأساسية الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بمستشعر سوني LYT 828 مع دعم مثبت بصري OIS. 50 ميجا بكسل، كاميرا ممتازة جدا، ومعالجة الصور بتاعتها ممتازة مع تحسين الذكاء الاصطناعي. وفي وضع الليلي بتخلي الصورة عندك جميلة جدا، حتى مع الإضاءة الضعيفة كمان. يعني انت بتصور بالليل هتطلع لك الإضاءة زي الشمس بالظبط. وفي ميزة الرو لو موجودة، لو انت شاري موبايل فيفو اكس 300 برو تقريبا هتلاقي ميزة الرو بتحل جودة الصور كأنك بتصور بكاميرا احترافية بالظبط، يعني ولا كلمة والله العظيم. تاني كاميرا عندنا بدقة 200 ميجا بكسل بمستشعر سامسونج ايزوكيل HBB مع دعم مثبت البصري OIS، وهي الكاميرا الخاصة بالتقريب التليفوتو الحقيقي 3.7x ويصل ديجيتال إلى 100x. يا الله، كاميرا زوم تليفوتو 3.7x وزوم 120x. الكاميرا دي حتى لو مع 120x هتلاقي الصورة قوية والإضاءة فيها قوية جدا، والصورة نقية وغنية بالتفاصيل. يعني 200 ميجا بكسل هتطلع لك صور فوق الممتازة بصراحة، حتى لو مع 120x. مع 120x هتلاقي الجودة قلت، يعني هتطلع لك الصورة جيدة جدا. يعني في 50x بقى هتطلع لك الصورة ممتازة، في 10x هتطلع لك الصورة فوق الممتازة بصراحة. يعني الموبايل ده انصحك تشتريه والله العظيم، في شوية مميزات هترعبك، فخلي بالك بقى. مع تحسين الذكاء الاصطناعي بيديك صور خرافية جدا جدا جدا، ولما تيجي تكبر الزوم تحس ان الصورة غنية بالتفاصيل، نقية، ما فيهاش اي فقدان جودة تماما على حسب شركة فيفو يعني. وانا شفت جودة الصورة بنفسي حلوة ومظبوطة وزي الفل. وكمان يعني الوضع الليلي اصلا مفهوش الزوم، ممكن يبقى فيه الزوم على 120 اكس. بالوضع الليلي الصورة ممتازة تمام التمام، هتحس ان انت مصور بكاميرا احترافية. مش عايز اقول اكتر من كده. الكاميرا التالتة الزاوية الواسعة بدقة 50 ميجا بكسل. الله الله، ده انت عاملة يعني فيفو دلوقتي طورت من الكاميرا 50 ميجا بكسل، ودي يعني قول 3/4 مرة تحصل بعد الاس 25 الترا. والله العظيم دي ميزة ممتازة جدا، خصوصا لما تيجي تصور الشلة هتلاقي الصورة شلة العيلة يا اخي، هتلاقي الصورة حلوة ما فيهاش ولا غلطة. مع تحسين الذكاء الاصطناعي يبقى 100 فولو 14. تعالوا نتكلم بقى على تصوير الفيديو. الكاميرا الخلفية ممتازة والأمامية ممتازة. الأمامية بدقة 50 ميجا بكسل، ده أنا كنت هنساها بس الحمد لله افتكرتها. بيديك صورة ممتازة زي بواقي الكاميرات، وتحسين الذكاء الاصطناعي بتاعها ممتازة جدا. معالجة الصور حلوة قوي فيها. يلا نتكلم على تصوير الفيديو. يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية الواحدة، ويدعم تصوير بدقة
4K تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 و60 و120 إطار رن في الثانية الواحدة، ويدعم تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي، مع دعم التصوير بمعدل 30 و60 و120 إطارا في الثانية. تصوير الفيديو فيه حلو جدا ولا غلطة، بسم الله ما شاء الله عليها. حلوة دي يا فيفو، ممتازة جدا جدا جدا. كويس انها حطت جودة 8K. الاوبو فايند اكس 9 برو بنفس السعر ما حطتش 8K، فده خيار ممتاز جدا. يلا نتكلم على التصميم فيه مش عايز اقول كلام كتير عن التصميم بتاعه شبه الموبايلات السابقة، بس التصميم ده تصميم رائد جدا ومتطور شوية عن الموبايلات السابقة زي الاكس 100 برو والاكس 200 برو. حلو ان هي حطت، يعني حلو ان التصميم ده تصميم رائد، تصميم بسم الله ما شاء الله. حلقة الكاميرات فيه ممتازة، هتحس ان الحلقات دي بتاعت كاميرات احترافية. البروز فيها كبير، فانصحك تحط جراب عشان الكاميرات ما تتكسرش، قصدي الازاز ما يتكسرش. مش عايز اقول كلام كتير عن التصميم. طبعا الظهر بتاعه ازاز واطار ألمونيوم، والموبايل نازل بلونين، اللون الذهبي الكريمي واللون الاسود ذهبي مخلوط مع ابيض. اجمل لون تجيبه هو اللون الذهبي كريمي مع الابيض، يعني هو اللون اصفر يميل الى الغامق شويتين كده. افضل لون هو اللون ده افضل لون على الاطلاق، بسم الله ما شاء الله. وطبعا انا جايب المواصفات من موقع موبيزل، صاحب الموقع احمد سعيد. موقع موبيزل اهو، مش بجيب المواصفات من دماغي، انا جايب المواصفات من موقع موبيزل اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا شايف الصورة بالمقلوب، بعد تصوير الفيديو هتتعدل. هنتكلم على البطارية، سعتها 6510 ملي امبير. حلوة. استنى هنا بقى، البطارية دي بسم الله ما شاء الله كبيرة، وتقعد معاك يومين مرتاحين بدون اي مشاكل. فيفو مزودة البطارية عن الاجيال السابقة، يعني الاكس 100 الترا او الاكس 100 برو، يعني الاتنين متشابهين ببعض في التصميم. يعني البطارية فيهم قول 5 و200 5 و300 ملي امبير، لانهم لسه بيتقدموا في البطارية مع شحن سريع بقوة 90 واط. جامد. والكلام ده موجود في موبايلات ارخص زي الريلمي 15 وال15 برو لو تفتكرونه. يعني بص، شحن سريع من 0 ل 100% نص ساعة او 20 دقيقة، مع دعم الشحن اللاسلكي بقوة 40 واط. معلش بدلت التليفون عشان اختي زن عليا، ده تليفون اختي نور، تليفون اختي عمال زعق هات التليفون. اديت لها التليفون وامي قالت لي خد التليفون بتاعي، قلت انا والله العظيم اقرا بالمواصفات. فامي قالت لي بقى خد التليفون بتاعي. بدلت التليفون، تليفون امي عشان ما معيش موبايل تاني. شحن لاسلكي 40 واط، يعني يشحن لك من 0 ل 100% في ساعة
و35 دقيقة أو ساعة و20 دقيقة تقريبا، مع دعم الشحن اللاسلكي العكسي. مش مذكور هنا، مش مذكور هنا خالص والله. خلصنا البطارية، يلا على المعالج. المعالج اللي جاي في موبايل فيفو اكس 300 برو ميديا تك داينامستي 9500. المعالج ده اقوى معالج في العالم حاليا، سلس قوي، بيشغل بابجي باعلى فريمات، سلس جدا في الاستخدام اليومي والتصفح، قوي جدا جدا جدا، وكمان سلس وقوي جدا في المونتاج. لو انت بتعمل مونتاج اذا كان فيديو طويل او فيديوهات قصيرة فانصحك تشتريه. بس هنعمل ايه؟ 60,000 جنيه، هنعمل ايه طيب؟ كده كده يا عم الحاج الدنيا بتغلى. بتكنولوجيا 3 نانو. هو مش موفر البطارية للأسف، مش موفر البطارية قوي مقارنة بالموبايلات الاقتصادية اللي موفرة البطارية بشكل كبير. بص، بتكنولوجيا 3 نانو عشان يبقى سلس اكتر وكده يعني، مع معالج رسومي من نوع ARM G1 Ultra. يا لهوي، انا اول مرة اسمع الاسم ده، انا اول مرة والله العظيم اسمع الاسم ده، ARM G1 Ultra. بص، المعالج الرسومي ده قوي جدا 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 للالعاب، يعني يقدر يستحمل مونتاج ويقدر يستحمل العاب كمان، لان الموبايل ده جاي مواصفات قوية وخطيرة جدا. مش عايز اقول اكتر من كده. طبعا الصوت في استيريو، بيجي من كل نواحي السماعات، والصوت فيه مميز جدا جدا جدا، ولا يتقارن مع الموبايلات المنافسة. صوته عالي جدا 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 ونقي جدا، مفيش زيه تماما في الفئة السعرية بتاعته. ومعلش على تطويل الفيديو، معلش مش قصدي والله، لان المواصفات طويلة شوية فسامحوني بقى. نظام التشغيل اندرويد 16 مع واجهة اوريجين او اس 6. يا اسطى اندرويد 16 كمان الواجهة بتاعته سلسة جدا مقارنة بواجهة فان تاتش، اللي هي الواجهة تقيلة جدا، اللي هي مش احسن حاجة خالص. الواجهة بتاعته سلسة، مع نظام التشغيل يديك قوة لا بلا حدود. كمان زي موبايلات اوبو مزودة مدة التحديثات سنة، كانت 4 سنين اصلا بس مزودها سنة واحدة، مع دعم تحديثات الاندرويد لمدة 5 سنين. يعني عيش معاك العمر كله حرفيا، بدون تهنيك، بدون لاج، بدون اي شيء ممكن. وطبعا الموبايل ده بيدعم NFC والانفراريد اللي هو الاي ار بلاستر، وكمان الاي سم، وكمان مقاوم للمياه IP68 و IP69 حتى عمق 1.5 متر. العيوب، اول عيب معانا زي ما انا بقول لكم كده، الكاميرا الخلفية بارزة بشكل ملحوظ عن ظهر الهاتف، فبقول لكم حطوا جراب عشان يحمي الكاميرا والازاز ما يتكسرش فيها. تاني عيب، اداء البطارية جيد، انا قلت مش موفرة قوي، ولكنه ليس الافضل بالنسبة للهواتف الصينية الرائدة زي اوبو وشاومي وانفينكس وهواوي وغيره. تالت عيب معانا سخونة ملحوظة عند الضغط الشديد على المعالج. هتلاقي سخونة ملحوظة مقارنة
بالموبايلات التانية اللي فيها مراوح تبريد زي الايفون 17 برو ماكس، بس كله فاكسان. الايفون 17 برو ماكس بيسخن برضه، فهتلاقي الكلام ده مش بجد. هما بيحاولوا يهزروا معاكم بس عشان قلب المشاهدات وبس على كده، انما هو بيسخن عادي جدا، وبيسخن سخونة شديدة زي ما كان في الايفون 16 برو ماكس. فخلي بالك منها بقى. الموبايل افضل في التبريد من الاوبو، هتحس بكده. الاوبو فايند اكس 9 برو سخن قوي عشان ما فيهوش مراوح تبريد. الفيفو فيه مراوح تبريد بس مش احسن حاجه عند الضغط الشديد، سخونه ملحوظه عند الضغط الشديد، الاستخدام التقيل قوي، ومعلش على التطويل. رابع عيب دقة الشاشة 1.5 كي فقط. بقول لك ده العيب فيه، وانا بنصحك كشركة فيفو يعني زودي الجودة شوية، خليها 2K 4K 6K زي الموبايلات التانية مثل سامسونج مثلا. ولكن لا بأس بها، فكثافة البكسلات ممتازة، 452 بكسل لكل بوصة. كثافة البكسلات كويسة جدا، مش هقول اكتر من كده بقى. خامس عيب اللي مش موجود في فيفو موجود في سامسونج S25 الترا، لا يوجد طبقة مقاومة انعكاسات على شاشة مثل سامسونج S25 الترا. اتمنى في السلسلة اللي جاية يا فيفو يعني تعملي مقاومة انعكاسات على الشاشة، مش تبقى مراية يعني. ماشي. سعر الموبايل معانا نسخة 512 زائد 16 جيجا رام، الذاكرة الوحيدة بسعر 59,990 جنيه ضمان محلي اهو. بالنسبة للفئة السعرية دي مع مواصفات الموبايل مناسبة جدا 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 يعني، وانصحك تشتريه تالت مرة اهو. اتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو. معكم محمد فتحي البلبيسي. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يصل لك كل جديد. وتاني مرة اقول لكم وصلونا لرقم محترف 100,000 مشترك اتمنى يعني. واخر حاجة تصلوا على النبي، وما تنسوش بقى تحطوا يافطة الصلوا على النبي بقى في الشوارع عشان نذكر بعضينا كده بالصلاة على الحبيب. وشكرا.